لو عندك مقاومة أنسولين فكر كده. هل النزول السريع في الوزن ممكن يكون الحل السريع للمشكلة؟ الحقيقة غير اللي في بالك. مقاومة الأنسولين معناها إن الجسم مش قادر يستخدم الأنسولين بكفاءة، وده هيخلي سكر الدم يعلى والوزن يثبت أو يزيد بسهولة. نزول الوزن فعلا بيحسن من مقاومة الأنسولين، لأن الدهون حوالين الكبد والبطن هتقل، وبالتالي الخلايا هتبدأ تستجيب للأنسولين بشكل أفضل. المفاجأة إن التحسن مش مرتبط بس بسرعة النزول، لكنه مرتبط بكمية الوزن اللي بيخسها الجسم بشكل صحي ومستمر. يعني حتى لو وزنك بينزل ببطء، كل كيلو بيأثر إيجابي على حساسية الأنسولين. النزول السريع جدا ممكن يخلي الجسم يخسر عضلات ومية بدل الدهون، وده بس مش هيبطئ من الحرق، لكن كمان هيخلي الجسم يبدأ يزيد بشكل أسرع، اللي هو اليويو إفكت. هدفك بس مش النزول في الوزن بأقصى سرعة، لكن النزول الصح هو اللي هيديك نتيجة ثابتة وهيحسن من مقاومة الأنسولين على المدى الطويل. ابدأ صح واستمر، النتيجة هتشوفها أسرع مما تتخيل.